مسلسلنا هو مسلسل تركي واسمه بالعربي طائر الرفراف. قصة المسلسل بتدور حوالين فريد كورهان، واللي هو واحد من أكبر العائلات في تركيا، واللي طول عمره متربي على إن كلمته بتتسمع واللي بيحتاجه بيجيله، وعمره ما بيتقاله لأ. وده خلاه يطلع شاب متهور وما بيتحملش أي مسؤولية وما بيهموش أي حد. وبسبب الفضايح الكتير اللي بيعملها لأهله بيقرر جده إن هو يجوزه واحدة من البلد علشان خاطر يلمه شوية. وبيجي هنا دور كاظم، واللي هو أغا في مدينة عنتاب، وعنده بنتين من وهم صغيرين، وهو بيصرف عليهم وبيعلمهم وشبه بيستثمر فيهم فلوسه علشان لما يكبروا يجوزهم جوازات كويسة يكسب من وراها فلوس، بيبيع بناته بمعنى أصح. الأخت الكبيرة واللي كان اسمها سونا كانت مبسوطة جدا بحاجة زي دي، لأنها كانت نفسها تتجوز بأسرع وقت علشان تخلص من ظلم أبوها وبخله، وكان بالنسبة لها فرصة كويسة جدا إنها تتجوز واحد زي فريد من عيلة غنية. لكن اللي حصل كان عكس التوقعات تماما، وده لان فريد لما شاف سيران اختها الصغيرة يوم الخطوبة غير رأيه وقرر ان هو يتجوز الاخت الصغيرة بدل الكبيرة لانه اعجب بيها. سيران بقى كانت تفكيرها مختلف تماما عن اختها الكبيرة، وكانت شايفة ان الحل اللي هيخليها تهرب من ابوها انها تكمل تعليمها وتدخل الجامعة وتشتغل وتقف على رجليها. ولان كاظم اللي هو ابو البنات كان كل اللي يفرق معاه الفلوس وان هو يناسب العيله الغنيه دي، بمجرد ما غيروا رايهم وقرروا ياخدوا الصغيره بدل الكبيره وافق وما كانش عنده اي مشكله. وبالرغم من رفض سيران تماما لفكره الجواز واعتراضها عليها، الا ان كاظم اجبرها على الجواز من فريد، لدرجه انه ضربها واضطر يحبسها ليله كامله في القبو سيران ان هما اللي يجيبوا حفيد للعيله. بعدها بيقرر كاظم انه ياخد عيلته ويسافر على اسطنبول ويستقر هناك ويسيب عنتاب، وده علشان يقدر يستغل فلوس نسايبه. وزي ما فريد كان في حياته واحدة قبل ما يتجوز، سيران كمان كانت بتحب واحد، لكن الفرق بينهم انها قطعت كل علاقتها بيه بعد ما اتجوزت. وهنا بتبدأ تبان غيرة فريد على سيران، وبتبدأ تحصل مواقف شد وجذب كتيرة ما بين فريد وسيران، وده بيخليهم يقربوا من بعض شوية ويبعدوا عن بعض كتير. وبسبب الاختلافات الكبيرة في شخصياتهم كان بيحصل ما بينهم هما الاتنين صدمات كبيرة جدا، وطبعا بسبب فريد اللي ما بيتحملش اي مسؤولية في حياته، ما بيعملش اعتبار لأي حد. وبسبب المواقف اللي بيعيشها الاتنين مع بعض بتبدأ تتغير شخصياتهم بشكل تدريجي. فريد اللي معندوش أي إحساس بالمسؤولية بيبدأ يشيل مسؤولية سيران ويساعدها ويحميها هي وأختها من ظلم أبوهم. أما سيران اللي عمرها ما حست بإحساس الأمان بتبدأ تحس ده مع فريد، وبيبدأوا الاتنين يتعلقوا ببعض، لكن ده ما بيقللش أبدا المشاكل اللي ما بينهم، بالعكس بيزودها، لأن كل واحد فيهم ما بيبقاش فاهم ولا مقتنع بالمشاعر اللي هو حاسسها. وبسبب التوهان ده كله بيقرر فريد انه يسيب البلد خالص ويسافر، لكن بتيجي هنا نقطة التحول لما سيران بتمنعه من السفر وبتقوله انه ما ينفعش يسيبها. وبيبدأ حبهم لبعض فعلا يكبر، لكن كل واحد فيهم بيفضل مصمم انه ينكر مشاعره للتاني. وفي الوقت اللي بتبدأ علاقتهم فيه فعلا تتحسن، بتكتشف سيران ان فريد لسه على اتصال بحبيبته القديمة، وده بيخليها تفقد ثقتها فيه تماما وتقرر انها تمشي وتسيب له البيت. واللي حصل ده عمل مشاكل كبيرة ما بين العيلتين، والموضوع وسع منهم جامد، وزي ما جوزوهم بالعافية قرروا ان هما هيطلعوهم بالعافية. وطبعا كاظم ما كانش هينفع يطلع خسران ابدا، فكان بالنسبة له قرار الانفصال فرصة انه يقدر ياخد منهم فلوس على قد ما يقدر. لا ده كمان قبل ما يطلق سيران فعلا من فريد وافق على جوازها من واحد تاني من عيلة غنية علشان يبقى المكسب من الناحيتين. وده طبعا ولع الموضوع جدا عند عيلة فريد، وخلى جده مصمم تصميم كبير على ان لازم الطلاق ده يتم. وبيتقتل اخو فريد وهو بيحاول يساعده هو وسيران ان هما الاتنين يهربوا مع بعض من العيلتين. بتتدمر العيلة حرفيا بسبب موت اخوه، لكن بتفضل محاولات كل اللي حواليهم ان هما يبعدوا الاتنين عن بعض علشان يحلوا كل المشاكل دي. لكن اللي حصل ده ما بيبعدهمش ابدا عن بعض، بالعكس بيقربهم اكتر لبعض وبيحل كل الخلافات اللي كانت موجودة ما بينهم. وبيبقى الحل الاخير قدام كاظم عشان يقدر يبعد فريدة عن سيران، انه يخليها تسيب اسطنبول وترجع تاني على بيتهم القديم في عنتاب عشان يجبرها تتجوز العريس الجديد. بس فريد ما بيستسلمش وبيفضل يدور عليها لحد ما بيعرف مكانها وبيسافر لها تاني على عنتاب، وبيقابلها هناك وبيتفقوا هما الاتنين ان هما يهربوا مع بعض. لكن طارق بيعرف ان فريد سافر لسيران على عنتاب، وبيفضل مراقب الاتنين وبيعرف ان هما هيهربوا مع بعض، وبيفضل واقف مستني قدام بيت سيران لحد ما بتخرج فعلا وبيتقابلوا هما الاتنين. وفي الوقت ده بيضرب نار على فريد وبيتصاب، وبينتهي الجزء الاول بنهاية مفتوحة، وهي اصابة فريد وانتحار بيلين اللي يأست انها تكون مع فريد في يوم من الايام، واسماء والدة سيران وسونا اللي قررت تفوق وتعترض على الظلم اللي هي عايشة فيه هي وبناتها بانها تحاول تقتل كاظم، وموت جد فريد. وبكده الجزء الاول يكون ليه 4 نهايات مفتوحة، ومن المفترض ان تصوير الجزء التاني يبدأ خلال اسابيع. بس كده اتفرجوا على الجزء الاول واكتبولي في الكومنتس عجبكم ولا لا، ونستنى مع بعض الجزء التاني. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. باي.